معلومة اليوم معلومة كتعلق بالرادارات الجديدة من الجيل الجديد، رادارات اللي كتضبط المخالفات في الاتجاهين بزوج. إذا شنو غتقولنا اليوم دكتور على هاد الرادارات اللي غادي إن شاء الله يتم تفعيل ضبط المخالفات بداية الأسبوع المقبل من 16 يونيو 16 فوقاش غادي يكون؟ شحال حنا 12 المقبل إن شاء الله 13 14 15 16 فعلا امتداء من يوم الاثنين المقبل. اشنو غادي يوقع؟ 16 هو التاريخ اللي كنكونوا عندنا موعد مع انخفاض او ارتفاع ثمن البنزين. هو داك التاريخ اللي كان عندنا. للاسف هذه القضيه ديال البنزين ما تنفذش. هذيك السياسه اللي دارت النهار الاول باش ملي ينخفض البترول في العالم غادي ينخفض عندنا البنزين. كل ما هذاك انخفض كل ما هذا ينخفض، كل ما هذاك ارتفع كل ما هذا غيرتفع. حنا اللي وقع عندنا هو هذاك كينخفض وهذا كيبقى او تيرتفع. كيف مجموعه من السياسات ديالنا طبعا حنا كنبداو الحاجه ولكن ما تنكملوهاش. على اي هذه بين قوسين. شنو يوم 16 شنو غيطبق؟ اللي غيطبق جديد غيطبق جديد طبعا غتكونوا كلكم سقسوا الخبر لواحد البيان اللي دارتو النرسا. شكون هي النرسا؟ النرسا تبع لوزارة النقل واللوجستيك، وهي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. هاد الوكالة قالت سيدي بأن ابتداء من يوم 16 هذاك الرادار الثابت اللي كتشوفوه في الطرقان في الشوارع وفي الطريق السيار وفي الشوارع الكبيرة، هذاك الطريق هذاك الرادار الثابت وما حدوش إن رادار ثابت واش الجيل الجديد أو الجيل القديم أو هذا الرقمي أو الآخر. قالوا غير الرادار الثابت. الشروع تشغيل نظام رادار المخالفات في اتجاه السين المواطنين أنه في إطار مستمر للوكالة تنزيل إجراءات والتدابير الرمية لتعزيز السلامة الطرقية دائما يتم الشروع لتعديل نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الآلية. ما حداتش واش القدام ولا غير جداد. المهم قالت الرادارات الآلية. شنو غتبدا دير؟ هذه غتبقى تقبط المخالف اللي غادي بالسيارة أو بالدراجة النارية أو بالشاحنة أو الحافلة، غتقبطو وهو غادي قبل ما يوصل عندها غتقبطو. كتقول لك ها السرعة باش غادي، وملي كيعطيها بالظهر ويكمل المسير ديالو غتبقى هاد الآلة تابعاه وتقول لك واش دار مخالفة من بعد ما فاتني ولا ما دارش مخالفة. في حين دابا الطريقة باش دابا هذا هو التفسير الصحيح، انك ملي كتكون انت جاي انت ملي كنكونوا غاديين سايقين كيبان لك واحد الرادار ثابت ياك، تما ملي كتشوفو ملي كتقرب له هو تيقبطك. الا كنتي غادي بالسرعة تفوق ما هو قانوني كيقبطك وانتهى الامر. او لا كتكون انت فايق زعما حاضر غادي بالسرعه وملي كتشوفو كتقلل كتقول الله وما شدنيش وغير كدوزو عاود تكسيري. لا الا مشيتي عاوتاني كسيريتي غيشدك. يعني شنو العباره اللي استعملوا؟ قالوا ذهابا وايابا في اتجاه المخالفات في اتجاهي السير معا. ذهابا وايابا في اتجاه الرادار. شنو هي ذهابا وإيابا؟ غادي وراجع. واش غادي وراجع ولا غيقبطك ورا ذهابا غادي بين قوسين من الجهه الاخرى؟ لا دايرين بين قوسين. اسمعي، تعزيز السلامة الطرقية في بلادنا سيتم الشروع في تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا. هذه تقصدوا بها ما معنى اتجاه السير معا؟ يعني انت اللي غادي وحتى الطريق اخرى الاتجاه المعاكس اللي جاي. هذا هو الاتجاهين في اتجاهي السير معا. مثنى تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا. بين قوسين كاتبين ذهابا وإيابا في اتجاه الرادار. يعني نفس الرادار غيشد اللي غادي وغيشد ايضا اللي دايز، واخا ما راهش على اليمين ديالك. الرادار ماشي على اليمين ديالك، كاين في الجانب الاخر. اذا غيشد هذاك اللي راجع على اليمين ديالو وغيشدك انت اللي الرادار ديالك على اليسار.
دابا هادشي اللي مكتوب هنا بواسطة الرادارات الآلية، حيث ستشرع هذه الأجهزة في رصد المخالفات المرتكبة في نفس الوقت بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز إضافة إلى تلك التي تبتعد عنه. ها هما جايدين لك معلومة واحدة أخرى هنا مخالفة للمعلومة الأولى، في حين استعملوا كلمة أو عبارة حيث. وقولوا لي عاوتاني علاش تتغوت. حيث تأتي من أجل التعزيز والشرح والتأكيد. حيث ستشرع يعني كنشرح داكشي اللي داز، لكن في الشرح يأتون بمعلومة جديدة مخالفة للأولى ويقولون حيث ستشرع هذه الأجهزة في رصد المخالفات المرتكبة في نفس الوقت. مخالفات جمع في آن واحد بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز إضافة إلى التي تبتعد عنه. ما معنى تقترب؟ أي هذيك اللي كنت شرحت لكم في الأول، ملي كتكون جاي وهي على اليمين ديالك أنت تقترب، أنا غادي صايق أنا أقترب من الجهاز، هذه غترصدني. وبينما أنا أبتعد ملي كنعطيها بالظهر حتى هي غترصدني. يعني القضية ديال شفت الجهاز حباس السرعة غير فتي يلا اضغط على جهاز السرعة، لا غترصدك وانت جاي وغترصدك وانت عاطيها بالظهر. لكن التعبير الصيغة ويا ريت إلا سمعوني المختصين في اللغة العربية، وأنا لست مختص في اللغة العربية بل ضعيف جدا في العربية، لكن راه غير هذاك الشويه اللي عطاني الله. ولكن اذا كان داك الشويه اللي عندي غلط كنتمنى اساتذه اللغه العربيه اللي سمعوني وقالوا لك غلط يصلحوا لي، باش هذاك الشويه اللي كان عندي كنظن بان عندي مزيان نحيدو نقول انا هادشي غلط، خليك اخويا في اختصاصك ما تدخليش في هادشي العربيه. لكن هادشي اللي عطاني الله، هادشي الشويه اللي عطاني الله تنقول لكم. جات الجمله الاولى تتقول لك ذهابا وإيابا في اتجاهي السير، يعني اللي غادا غتطبق السرعة نفس الرادار، واللي جاي ولو الرادار على اليسار ديالك وبعيد عليك غيشدك. هذه الجملة الأولى. والثانية اللي كان المفروض تشرح هذا الشيء هذا جاءت بمعلومة جديدة مختلفة عن الأولى، وقالت غادي تشدك هذه تشدك وأنت متوجه لها في نفس الوقت بالنسبة للمركبات التي المقتربة من الجهاز إضافة تلك التي تبتعد. إذا كتكمل دكتور ما كاينش تناقض كيبان لي، أنا اللي فهمي هو هذا، راه اللي جاية والتي تبتعد يعني وانت قريب وانت ماشي مورا ظهرك كتشدك، فين كاين المشكل؟ أنا راه عندي شوية مع العربية واحد شوية، وهادشي اللي فهمته دكتور. مزيان. سيتم الشروع في تفعيل نظام رصد المخالفات في اتجاهي السير معا. ما معنى؟ اللي غادي وانت غادي غتشدك سواء اللي على اليمين او اللي على اليسار، يعني اللي غادا واللي جايه. اللي غادا واللي جايه. مزيان. دابا عرفنا شكون اللي غادي يشد. واضحه هذه. مزيان. ذهابا وايابا في اتجاه الرادار ياك بواسطه الرادارات الآلية. حيث ملي كنقول حيث شنو كنعني؟ انني غنأكد هادشي اللي قلت في الاول. حيث سأؤكد، سأعزز، سأزكي، سأشرح، سأتمم، سأكمل. حيث ستشرع هذه الأجهزة في رصد المخالفات المرتكبة في نفس الوقت. في نفس الوقت واش تقصد فيها زمانا مع ذاك المخالفة الأولى اللي هضرنا عليها، ولا أن المخالفات غيكونوا في آن واحد في وقت واحد في نفس الوقت بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز إضافة إلى تلك التي تبتعد عنه؟ واش هذا أسلوب سهل للسوع المواطن؟ عندك المشكل في حيث نحيدو حيث دكتور. لا المهم أن واضحة، أنا جاتني واضحة. واخا وشكون هما هذه المخالفات التي تبتعد بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز إضافة تلك التي تبتعد؟ المركبة اللي غدا في الطريق اللي قربت للرادار أو اللي فاتو تعداتو. اللي فاتو واش نفس المخالفة اللي هضرنا عليها؟ واش في نفس الاتجاه؟ واش بقينا في نفس؟ احنا ديما كنتكلموا على الاتجاهين الجديد، هو الاتجاهين دكتور. دابا هذا في الاتجاهين سواء كانت اللي جايه اللي هو على اليمين ديالها
وهي جايه لعنده، وهي تبتعد. من التي تبتعد؟ المركبه. يعني بجوج عسى يا دكتور خصنا نشوفوا اللي جاي على اليمين واللي غدا في الاتجاه الاخر. لانه ولو يكون هذا التفسير اللي عطيتيني انت الصحيح، الاسلوب صعب جدا على المواطن. والا لاش يكون نهار 16 غتكون ضبط المخالفه، والا لاش يكون هذا الاختلاف، لاش يكون هذا الاختلاف بين الراي ديالي والتفسير ديالي والراي والتفسير ديالك، لاش يكون اختلاف. خصنا نديروا اسلوب سهل. هذا الاسلوب السهل هو اللي خصنا نديرو. اذا دابا المهم خصكم تعقلوا عليه، هو دابا ذاك الرادار راه اللي دايزه واللي غادا واللي الطريق الاخرى واللي قريبه لها كل شيء غترصد فيهم السرعه. ولكن شنو هي المخالفات اللي غترصد هذه الاجهزه باش ما تبقاوش عاوتاني تسمعوا غير اي حاجه؟ بعد الفاصل وتكمل شنو هي المخالفات نذكروا بها. يلا سيدي نعينوا بعد الفاصل. فاصل ان شاء الله. عبد الرحيم بغى فاصل، خليكم معنا جميع على سؤال. اهلا بكم في فقره نصيحه التامين، الفقره اللي كتجاوب على كل تساؤلاتكم حول التامين. ونصيحه اليوم حول تامين على المسؤوليه المدنيه عن استغلال المحلات. مرحبا دكتور معتوق. اهلا بك فوزيه. دكتور، ما هو التامين على المسؤوليه المدنيه عن استغلال المحلات؟ التامين على المسؤوليه المدنيه عن استغلال المحلات هو عقد تامين اللي كيغطي المسؤوليه المدنيه ديال المؤمن له، واللي بموجبه المؤمن تيلتزم باش يؤدي تعويض عن الاضرار الماديه والجسمانيه اللي كتلحق شكون؟ بالاغيار والناتجه عن الانشطه المزاوله من طرف المؤمن له. هذه التغطيه كتشمل الاضرار اللي ممكن توقع للاغيار سواء داخل المحل العمل او خارجه بسبب المؤمن له او ممثليه او العاملين او المتدربين او الاشياء او المنشات اللي مسؤول عليها. وعلى سبيل المثال نذكروا بعض الحالات المشموله بهذا الضمان. احد المرات كيتصاب بجروح بسبب سقوط شيء ما تابع لهذه الشركه. احد الزبائن كيتصاب بجروح اثر سقوطه داخل محل المؤمن له. نعم، ودائما في اطار تامين المسؤوليه المدنيه عن استغلال المحلات، شنو هي الامور اللي لازم يعرفها المؤمن له؟ هذا سؤال مهم جدا ونقطه اساسيه خاص المؤمن له يعرفها، هو انه هذا التامين ما كيعوضش الاغيار عن الاضرار اللي كيكون السبب ديالها هو الخدمات او المنتجات اللي كيقدمها المؤمن له. وفي هذه الحاله كاينين جوج انواع ديال التامينات اللي ممكن يضمنوا المؤمن له. التأمين على المسؤولية المدنية المهنية اللي كيعوض الغير عن الأضرار الناتجة عن خطأ مهني ديال المؤمن له، واللي كيكون النشاط ديالو هو تقديم خدمات أو مشورة، يعني استشارة. على سبيل المثال أحد المرضى كتدهور حالته الصحية بعد تشخيص خاطئ من طرف طبيب وتسبب ذلك بعواقب وخيمة على صحة المريض، هذه مسؤولية مهنية. محامي كيتأخر في تقديم استئناف في قضية ديال الموكل ديالو ففقد هذا الاخير فرصه ربح قضيته، يعني فوت عليه فرصه انه يربح هذه الدعوه. وكاين التامين على المسؤوليه المدنيه عن المنتجات او بعد التسليم اللي كيعوض الغير عن الاضرار اللي سببها المنتجات ديال المؤمن له. مثلا بعد اقتنائه من المؤمن له مكيف كهربائي كينفجر في بيت زبون وكيتسبب في اضرار ماديه او جسمانيه. إصابة شخص أيضا بتسمم غذائي بسبب تناول منتوج للمؤمن له. نعم، وشنو هي الأمور اللي خاص ينتبه لها المؤمن له قبل التوقيع على عقد التأمين على المسؤولية المدنية عن استغلال المحلات؟ هذه النقاط تكلمنا عليها ولكن لا بأس أن نذكر بها. هناك أمور أخرى خاص ننتبه لها، وخاصة كنتكلم على المؤمن له. خاصو يصرح بالضبط عند اكتتاب العقد بجميع الظروف اللي كيعرفها واللي كتمكن المؤمن من تقييم المخاطر وبالخصوص الأنشطة اللي كيزاولها في المحل ديالو. ثانيا خاص المؤمن له يقرأ العقد بتمعن وينتبه خصوصا لسقف الضمان اللي هو المبلغ الذي يشكل الحد الأقصى للالتزام المؤمن. كل تجاوز لهذا السقف كيتحملوا المؤمن له شخصيا. ثم خلوص التأمين اللي كنذكر به واللي هو بالفرنسيه لا فرانشيز، اللي هو المبلغ الذي يبقى على عاتق المؤمن له في حالة وقوع الحادث وبالتالي لا يتحمله المؤمن. ولذلك يجب على المؤمن له معرفة المبلغ ديالو أو طريقة تحديد هذا المبلغ. ثم استثناءات التغطية، يعني اللي ما كيلعبش فيها التأمين ما كيكونش فيها الضمانات، هي الحالات اللي كتكون غير مشمولة بالضمان. وهذه الاستثناءات من التغطية على المسؤولية المدنية عن
استغلال المحلات كتختلف من مؤمن لاخر، ونذكر منها على سبيل المثال الاضرار الناتجه عن حوادث تسبب فيها المؤمن له عن قصد، يعني الاخطاء المقصوده العمديه، ثم الاضرار الناتجه عن حادثه تسببت فيها السيارات او الناقلات، ثم الاضرار الناتجه عن نشاط غير مشروع بموجب القانون او خارج الانشطه ديال المؤمن له. كما ان بعض العقود تستثني ايضا منها التغطيه الاضرار الناجمه عن الحريق او انفجار او اضرار المياه اللي كتوقع في المبنى ديال المؤمن له. نعم، شكرا دكتور معتوق. الفقره المقبله نصيحه جديده حول تامين، ولا كان عندك اي سؤال حول تامين اتصل بلاكابس او زور الموقع الالكتروني www.acaps.ma. قدمت لكم نصيحه التامين من طرف هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي أكاب. رجعنا معكم أوفياء أصوات. معلومة اليوم وضبط مخالفات السير عبر الرادارات في الاتجاهين، طبعا اللي غادي يتم التطبيق ديالها بداية الأسبوع المقبل. دكتور، إذا غتكلمنا على المخالفات. المخالفات فعلا اللي معنيين بهذا الرادار الثابت اللي غادي ينطبقوا ويطبق هذا البيان هذا فقط من باب الإخبار. يعني النارسا اللي هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية درت واحد بيان فقط اللي توضيح ولكي يكون المواطن يقظا حذرا ويعرف بأنه راه كاين مخالفات دابا غيبداو يطبقوا بواحد الطريقة معينة باسم الرادارات الثابتة. إذا غادي نرجعوا للمرسوم 419 جوج 419 جوج اللي تنشر في الجريدة الرسمية يوم 30 شتنبر 2010، يعني مباشرة بعد ما خرج القانون 52/50 ديال مدونة السير. هذا المرسوم هذا جاي كيحدد لنا شنو هي المخالفات اللي يقدر هذا الرادار الثابت اللي اليوم كاينين، وراه عندنا واحد المرسوم اخر اللي كيعطيك حتى القائمة ديال الشوارع والمدن فين كاينين. هذا دابا خدينا فاس مكناس، معاملة فاس، اقليم صفرو، كاين الطريق الوطنية رقم 8، الطريق الوطنية رقم 4، الطريق الوطنية رقم 6 فين كاينين الرادارات الثابتة. يعني كاينه قائمة في القانون اللي تنشرات الشوارع كلهم وفي النقط كيلومترية ديال الطريق السيار فين كاينين هذه الرادارات الثابتة. هذه المخالفات اللي غادي يمكن ترصد هذه الرادارات الثابتة، لأنها هذه الرادارات يعني التقنية ديالها عالية، هي رقمية جدا، عالية جدا، يعني آخر ما كاين. نقولها لكم بالشعبية، آخر ما غنات كلثوم في الرادار الثابت. يعني تجيب داك الشيء غير بزاف د المخالفات اللي يمكن لا ترصد، اللي هي في جعبتها. هذا الرادار الثابت في جعبته الكثير من الإمكانيات والإنجازات اللي يمكن لهم يديروا في المخالفات، لكن اليوم ما غنفعلوا غير هادشي اللي كاين في القانون، واللي بالضبط اللي كاين في المادة 52 من المرسوم 2/10/419 اللي تكلمت عليه اللي تنشر في 2010 في الجريدة الرسمية. المخالفة الأولى اشنو هي؟ قبل ما نهضر على هذه المخالفة نذكر بداك البيان اللي تكلمت عليه، البيان ديال النارسا، السيارات اللي غادين والسيارات اللي جايين. شي ملي كدوز الرادار حتى ملي كدوزو رد بالك ما ترفعش السرعة ديالك، راك لا رفعتي السرعة راه يقبضك الرادار وخا دزتيه، وانت جاي ايضا راه من البعيد كيمكن له يشدك، وغادي يشد حتى هذاك اللي في الطريق الاخرى. يعني ماشي غير على اليمين انت دايز والرادار ديالك على اليمين غيشدك غير انت، غيشد الاخر اللي جاي في الاتجاه المعاكس. يعني ملي تشوفوا الرادار عارف راه القضيه. والرادار بين رادار ورادار اذا مشيتي بسرعه راه يمكن الرادار الثاني يدير لك مخالفه، غيحسب بشحال السرعه باش مشيتي بين الرادار الاول والثاني، غيقول لك فقتي السرعه القانونيه، لانك مشيتي في السرعه القانونيه ما غتوصلش عندي في الرادار الثاني في هذه الساعه وفي هذه الدقيقه وفي هذه الثانيه. الهدف ديال هذا الشيء كله شنو هو؟ ماشي تنقول لكم ردوا بالكم باش نديروا داك الشيء ديال السارق والشرطي تخبع قط الفار، لا، تنقول لكم باش نتعودوا كلنا على سلوك سليم. فهمتوا؟ نتعودوا ملي نلقى البلاكه فيها 60 خصني نمشي ب60. علاش؟ لانه راه انت غتسها وما غتردش بالك، ولكن راه الرادار قلت لكم رقمي، تقنيه عاليه، غادي يشدك
وغتصدق مخلص المخالفه، ولا غيجمعوا عليك المخالفات حتى واحد النهار ويقبطوك في الحدود وانت خارج يقول لك ما خلصتيش واحد المخالفات. هادو كيخضعوا للمسطره ديال تحصيل الديون العموميه ديال الدوله، كترجع بحال كيسالوك شي ضريبه غتخلص. زادوا هاد المخالفات لما تادوش في واحد الوقت معين. لا كيبقى المبلغ غير هو، لا خلصتي في واحد الوقت معين كتخلص النص، دزتي لواحد الوقت معين كتخلصها كامله. اذا غتكون متبوع بها وغيقيسوا لك جيبك. بارك هذاك الشيء اللي تقاس لنا في الجيب، مطيشه وبصله وبنزين اللحام نزيدو حتى. اذا نقادوا السلوك ديالنا باش ما نطيحوش في هذا الفخ هذا. ولا قادينا السلوك ديالنا غنقصوا من الحوادث السير، ولا نقصنا من حوادث السير غادي نقصوا من الجروح اللي كتسبب فيها الناس والوفيات اللي كنتسبوا فيها الناس. الا كانت الوفاه غادي تجيب الاجل ديالو ما تجيش على سبب حادثه السير. ما نكدش على ذاك العائله، خليه يموت بشي كونسير ولا شي حاجه اخرى ولا شي نديروا لنا حادثه راه كتبقى انسان تيتقصح. اذا السلوك ديالنا هذا هو الهدف من هذا الشيء اللي كنتكلم عليه. 5 ديال المخالفات كيمكن له يرصد هذا الرادار الثابت. عقلوا، الا كنتي غادي غيشدك، الا كنتي راجع غيشدك، الا عطيتيه بالظهر غيشدك، الا كنتي عاطيه بالوجع عاد جاي غيشدك. بالاضافه ل4 مخالفات اخرين. الاولى هي تجاوز السرعه، الثانيه هي قطع خط متصل، يعني ذاك التجاوز اللي كتجاوز كيتسمى تجاوز معيب او في خط متصل. غادي يشوفك الرادار غيصورك مزيان. عدم احترام قطع خط متصل. التجاوز المعيب حتى هو تجاوز معيب، يعني ما درتيش الاشاره، كان درتي وضعتي الاغيار في خطر، ما احترمتيش القانون في هذاك التجاوز. اذن اولى تجاوز سرعه، ثانيه قطع خط متصل، ثالثا التجاوز المعيب، رابعا عدم احترام الوقوف المفروض بعلامه قف او بضوء التشوير الاحمر. ردوا بالكم، انت اللي كتبقى غادي بالسياره ديالك كتزيد على الضوء، كتقول باش نقلع انا الاول وكتخلي الضوء موراك وانت راك واقف. الا سجلك راك دزتي ذاك الخط، راك دزتي، راه سجلك درتي مخالفه ديال عدم احترام الضوء الاحمر. رد بالك، اذا خصك توقف قبل ما مر الراجلين وقبل الضوء بزاف. ثم علامه قف، حتى هي ملي تشوف القف يعني ردوا بالكم ما تبقاوش حاضرين للبوليسي. خص السلوك ديالنا يتقاد. وتنقول لكم بان راه تكون خدام في التليفون، غتكون ساهي، عندك مشكل الكرا، مشكل الخدمه، مشكل ديال الدراري، الصهد، غني كاع ما عندك حتى شي مشكل وغادي كتغني وناشط اللي بغيتي، غادي تسها وغيشدك الرادار وتزاد مخالفه على مخالفه على مخالفه، تلقى راسك عندك واحد الميزانيه. فباش ما نبقاش انا حاضر الرادار وحاضي الشرطي، نحضي راسي وملي نشوف البلاكه نحترمها وانتهى الامر. اخر مخالفه اللي غترصدها هاد الرادار الثابت هو عدم مطابقه صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل. هادو هما 5 ديال المخالفات. طبعا الرادار ممكن يدير مازال يمكن له هو ينجز مخالفات اخرين ويدير معاينه ديال مخالفات اخرين، لكن اللي دابا نفعلهم بالقانون هو هذا. يعني يمكن له يدير لك ربط حزام السلامه، هذه الامكانيات اللي عنده التقنيه. يمكن له يشوف كي كنتي مركب بزاف ديال الناس، يمكن له يشوف كي كنتي كتهضر في الهاتف، يمكن له هادشي كله، يمكن هادشي غادي يجي وقت يفعلوه من بعد، لكن هادشي اللي كاين اليوم. ف يا ريت عرفتوا شحال عندنا في العام كيموتوا عندنا الوفيات 4000 5000 ضحيه في السنه. حرام قد اللي ماتوا في الكوفيد، شويه كوفيد كثر، ولكن علاش؟ وانا نقدر نضبط راسي ونقدر نحترم قانون السير ونحترم البلاكه ونحترم السرعه، ما فيها بس. وملي تسها فيق، ولا ما فقتيش غتفيقك الغرامه وبارك علينا، ما نزيدوش. اذا باش يكون عندنا سلوك مواطناتي نحاولوا نحترموا القانون. فإذا كتشوفوا في اوروبا كيحترموا القانون، راه ماشي التربيه، راه ماشي الاخلاق، راه ماشي الحفاظ على الاخرين وعدم وضع الاخرين في خطوره، لا 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 لا،
راه هذاك الشيء حيت غادي يضربوه بمخالفات 300 400 500 و600 اورو، كيعرفها قاصحه، فكيربي راسو حتى كينسى المساله ديال الاورو والمخالفه ب 600 دخلات لا شعور ديالو كيرجع السلوك ديالو. اذا حنا خصنا نضبطوا ونمشيو مزيان وما نبقاش حضيض بوليسي ولا الدركي، نحضي القانون ونطبقوا ونضمن السلامه ليا ونضمن السلامه